Bon, il y avait un diplomate algérien sur la pelouse, moi j'ai pas compris. Mais... Il a une fonction très importante. C'est chargé de matériel ou là Hein? Je comprends pas. La chose d'être chargé de matériel. Okay. Non mais c'est grave. Ça veut dire que c'est... On va pas se cacher. Le modus operandi de la finale de la CAN a été reproduit. Il y avait un petit terrain avec l'euro d'ailleurs. Alors je voudrais pas voir la théorie du complot. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir pour que ça cesse? Déjà, il faut les trophées à chaque fois. En fait. الخبر اللي غادي يصدم شواكر لافريك واللي كيمثل اكبر تخويره للعالم الاخر قياده وشعبا. هاد اللي كتشوفوا في الصوره هو السفير ديال هادوك اللي ما كيتسماوش مع الرئيس السنغالي، والسبب هو جابوا لهم الحواله ديال العيد في الوقت اللي الشيكور كيخسر الفلوس وكيلحس للسنغاليين زكاره في المروك. شوف الاحتفال ديال السنغاليين وهادوك اللي ما كيتسماوش بهذا الحدث العظيم. شوف شتي الفيديو؟ بارطاجي مع خوتك باش يشوف. الجامعه السنغاليه لكره القدم عبد الله يفال، شنو كتعني هذه؟ وشنو كتمثل لينا؟ واش غتحركنا؟ واش النمله فوق ظهر الفيل غتحرك الفيل؟ واش النمله فوق ظهر الفيل غتحرك الفيل؟ هذا هو اللي بغيت نبلغ للجمهور الكريم من خلال قراءتي لهذه الزياره هذه، ونعطيكم المعطيات اللي عندنا فيما يخص الطاس. هادو راه كيحاولوا كل ما تنساو، كل ما السرديه ديالهم والروايه ديال الهشه اللي ما لقاتش عندها الصدى في الصحافه الاوروبيه، واللي الجميع اللي كانوا ماشي مامنين بها اللي حاولوا يتبناوها رجعوا فراناو ولفظوهم بحال داك شي واحد اللي تتكون شي جربه لا تلاحقوه ويحاول الفرار من داك الجر والاجرب، فبقاو بيناتهم. وهذا كيعكس، نقدر نعطيكم انا مثلا نهضر مع الخوت المغاربه باش يجي واحد سفير يمشي يزور رئيس جامعه سنغاليه ويهز المايو ديالو سميتو النبايص او النباص اللي لعب الضمان. انا دائما تنهضر، انا واحد تربيت في حي شعبي وتربيت في المولود الشعبي الضامه، ماشي الشطرونج الضامه اللي كتكون مع الواد اللي كيعرفوا الضامه، كتعرف بانه كينبش شي واحد ولا النباص كتضيمو وتعاود تهرس له الضامه. النباصات تنقولوا حنا في الدارجه ديالنا تنقولوا كثير في النباصات بزاف صحاب ضامه. وغير الاخوان سمحوا لنا على هذا الاستدلال ولا على هذا الاقتباس ولا على هذا التشبيه. فهذا سميتو النباص او النبايص، كيبير القميص ديالو تيهديه القميص ديال التعالي مهدى لرئيس الجامعه السنغال بمناسبه ماذا؟ بمناسبه كيبارك ليه بانه بطل افريقيا. واش كاينه شي حاجه جديده؟ واش هادو كشفوا شي حاجه اللي ما عارفيناش؟ نقدر نقول لك انا القراءه ديالي الافتراضيه ونقولوا ان بعض الظن اثم، ونتحمل انا الوزر كاع ديال هذه القراءه هذه كاع. نقدر نقول لك مشى عنده وقال له ودي حنا نتوما اديتوا المهمه يوم 18 يناير بالشكل اللي خططنا ليه، حنا راه كملنا المهمه نهار 19 ابريل في ملعب المسيره، نتوما راه اديتوها مع المنتخب المغربي، حنا راه اديناها مع اولمبيك اسفي. هذه اللي نقدر نقول ليه، لانه اليوم يوم بعد يوم كيبانوا بانهم متالفين، مونتاج واحد، اخراج واحد، حبكه واحده ومسرحيه واحده. فما كاينش شي حاجه جديده، ولكن بحال اللي قلت لكم واش غيحركوا فينا الساكن. ترقبوا واحد الحلقه في العشيه لان هي اللي كانت عندها اولويه، نتناقشوا ماشي خروج عن النص ولكن باش نسحبكم، باش نقول لكم معناه عندنا العامر عندنا المفيد، نهضروا شويه على عز الدين وناحي والحديث ديال الصحافه الانجليزيه. وكيكتبوا لي البعض عز الدين وناحي وركتي عليه بلا الخنوس احسن منه، لا راه عز الدين وناحي بغا غوارديولا. غنشوفوا واش بغا غوارديولا. أوضوا المكالمات الهاتفيه بين الطرفين. من هم هؤلاء الطرفين؟ هما الطرف المقرب من المغرب والطرف المعادي للمغرب. لدينا رئيس الجمهورية السنغالية ضد رئيس الحكومة السنغالية، ولدينا رئيس الاتحاد السنغالي ضد الكاتب العام للاتحاد السنغالي. جوج ديال الأوجه في نفس المؤسسات. البعض هو يعني يقول أنه صديق للمغرب، والآخر هو موالي للجزائر، ولا أدري ماذا وقع تحت الطاولة، لأن هذا الحب المفاجئ ربما فاجأ الكثيرين. مصادر من داخل المؤسسة السنغالية، وسبق وقلت لكم من هو هذا الشخص. هو شخص يشتغل في السنغال لكنه ليس سنغاليا، ولديه يعني معلومات مهمة جدا. المعلومة المهمة والأهم هي أن الآن محاميو الاتحاد السنغالي لكرة القدم في الطاس ينتفضون في وجه الاتحاد السنغالي ويشتكون حتى لمسؤولي الدولة السنغالية، ويقولون
مع من تشاورتم لنشر هذه الصور. إذا ابتليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. إذا زاركم هذا الشخص، هذا السفير الجزائري بغتة دون موعد، أو حتى إذا كان هناك لقاء باتفاق، فاستتروا، اقضوا حوائجكم بالكتمان. لماذا تنشرون تلك الصور وتنشرون ذلك البلاغ الذي الآن يلعب ضدكم؟ يحاولون الآن التراجع، مسح تلك التدوينة، نشر تدوينة أخرى بصيغة أخرى لشرح ما وقع. لكن الآن كما نقول بالدارجة، السيف وصل العظم. يقول لك 100 ضربة وضربة ولا ضربة بالمقص. الآن الضربة بالمقص تعملت، لا يمكنهم أن يعودوا للوراء، لا يمكنهم أن يمسحوا وأن يحذفوا ما نشروه. لا يمكن للصور أن تعود من مقر الطاس. إذا كانت هذه الصور قد وصلت في ملف إلى الطاس، إذا كان محكم الطاس قد اطلعوا على هذه الصور وعلى فحوى البلاغ وعرفوا أن كانت هناك اليوم زيارة للسفير الجزائري لمقر الاتحاد السنغالي، فمجموعة من الشكوك ستأخذ طابعا آخرا. كنا سبق وأن تحدثنا على أن هناك مؤامرة جزائرية سنغالية لإفساد تلك الكأس الإفريقية. اليوم تتأكد هذه النظرية، لأنه في هذه الزيارة وفي ذلك البلاغ يهنئون بعضهم البعض بكأس إفريقية هي ليست لهم. الآن بقوة القانون الكأس مغربية، إلى أن يصدر أو إلى أن تصدر محكمة الطاس قرارا آخر. الآن الكأس مغربية بقوة لجنة الاستئناف، بقوة الكاف، بقوة الفيفا. فكيف للجزائريين والسنغاليين أن يرفضوا قرارات الكاف وقرارات الفيفا ونحن مقبلون على كأس العالم؟ يؤكدون على أنفسهم أنهم دولتان فوضويتان بامتياز. الجميع يدون. هذه المنشورات وهذه الصور وصلت للجميع، وصلت للفيفا، يعني شافها إنفانتينو، وصلت للكاف، شافها الجميع في الكاف، كل الاتحادات الإفريقية، وصلت حتى للجنة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية المكلفة بالسهر على تأمين كأس العالم القادمة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن السنغال والجزائر دولتان فوضويتان بامتياز. والأهم أقولها وأكررها، هم محاميو السنغال في الطاس الذين تبرؤوا من هذه الخطوة الغير المحسوبة، وتبرؤوا أمام عبد الله فال رئيس الاتحاد السنغالي، وقاموا بشده من أذنيه جيدا، وتبرؤوا كذلك من رئيس الحكومة. وكانت هناك مراسلة لأعلى السلطات في السنغال، لأن المحاميين لا يمكنهم. المغرب ما تيغش في البيت مع الجزائر، وهذا الشيء ماشي ضعف. الحقيقة المغرب داخل في معركة أكبر، معركة صورة قبل من مونديال 2030 وقبل من جميع المنافسات اللي يمكن تسبق المونديال 2030. اللي تيبان لك هدوء أكبر قرار يكون له يدار. المشكل اليوم هو أن بزاف ديال الناس كيشوفوا الهدوء ضعف، لكن في الحقيقة المغرب ماشي في نفس الموقع. الجزائر ما عندها حتى ملف كبير اللي تقدر تنظمه كرويا، عندها فقط تنظيم طوابير من أجل أن يقتني شعبها السميدة والحليب فقط. ولكن المغرب داخل في ملف ضخم، ملف مونديال 2030، وكاين طموح أكبر وتنظيم نهائي هذا المونديال 2030 في ملعب الحسن الثاني بن سليمان، وقبله كأس إفريقيا 2027 و2028، ويمكن كذلك كأس العالم للأندية 2029. يعني المغرب دابا 2030 كله تنظيمات وكله منافسات كرويه، بلا ما نتكلم لا على كأس العالم اللي أقل من 17 سنة إينات اللي تتنظم كل سنة، بلا ما ندوي على كأس إفريقيا للأمم أقل من 16 سنة اللي تتنظم كل سنة، بلا ما ندوي على كأس إفريقيا للفوتسال، بلا ما ندوي على كأس إفريقيا للفتيات، بلا ما تندوي يعني من هنا 2030
ننظموا 3 4 ديال المنافسات دوليه قاريه ولا عالميه في السنه. وهنا كل شيء تيتبدل، لان اي قرار واي تصرف كيولي محسوب بالصوره اللي غادي توصل العالم كله، وباحترام قانون الفيفا خصوصا في مجال حقوق الانسان اللي اصبح من مفاتيح التنظيم على الصعيد العالمي. المغرب ما يقدرش يهبط للمستوى ديال التصعيد، حيت ببساطه عنده ما يخسر اكثر مما يربح. في اسفي مثلا، في اسفي الجماهير الجزائريه نظمت سكون ابل ان كورتيج في لغه الالترا وسط المدينه، وهذا امر مرفوض نهائيا حتى بين انديه من نفس البلد، حتى من انديه من يعني لي زولترا ديال الفار ما يمكنلوش يجيو يديروا كورتيج في كازا ولا اسفي في فاس ولا. ورغم ذلك تدخلت الشرطه المغربيه لتحمي الجماهير الجزائريه، بل اكثر من ذلك لي زولترا شارك ديال اسفي ما داروش رده الفعل، لانهم باغيين يخليو العكس الكروي ديال الفريق ديالهم اللي تتاهل لاول مره في تاريخه لكاس الكونفدراليه نصف النهائي بدون مشاكل. وهنا انوه بالالترا شارك، لكن داخل الملعب الامور خرجت على السيطره مع كل اسف. الجماهير الجزائريه بدات بالاستفزاز، بدات برمايه الشهوب الناريه على اللاعبين الاسفي اللي كانوا في مرحله ديال التسخينات. وصل الامر حتى لتخطي الحواجز وبدايه ضرب المصورين الصحفيين اللي كانوا في الملعب. وهنا رغم ذلك الالتراشاك ما تدخلاتش، عارفه الفيلم، ولكن الجمهور العادي ديال اسفي جاتو رده الفعل طبيعيه، وشفنا داك الصور مع كل اسف اللي كان يمكننا نتفاداوها لو فكرنا بالعقل، وهي الصوره الوحيده اللي تقدر تشوه الصوره ديال المغرب. الشرطه المغربيه كتعرف بان الجماهير الجزائريه تستهدف اللاعب الجزائري ديال اولمبيك اسفي بعدما صرح به في مباراه الذهاب بانه لا علاقه له بالسياسه، وبانه يقدر يلبس التوني في رايه المغرب. وغادي تسولوني سؤال اللي كل شيء تطرح على نفسه، علاش خليناهم كاع يجيو للمغرب؟ جواب بسيط، اي دوله تطمح لتنظيم تظاهرات عالميه بهذا الحجم ما يمكنش تسمح لنفسها انها تمنع